نعمل الصينية القمر دي، الصينية اللي مش بتاخد اي وقت خالص، صينية كده من جمالها بتتكلم عن نفسها. احلى صينية لازانيا ممكن تعملوها عزومات رمضان، غدوة عشوة، حاجة حلوة قوي وخفيفة وحلوة ومش بتاخد اي وقت خالص. في طاسة كده معايا على النار فيها معلقة سمنة حلوة كده ومعلقة زيت، ومعايا 3 بصلات مقطعاهم قطع متوسطين. هنزل بنص الكمية زي ما انتم شايفين كده. هشوحها معايا في السمنة والزيت تتشوح تشويحتين كده، وبعدين هنزل عليهم بنص كوباية مية. انا عايزاها تتكرمل وتستوي في المية من غير ما تبوظ لي الطاسة بتاعتي ولا تتحرق الطاسة بتاعتي، وبتفرق جدا في طعم البصلاية بتاعتي. اول ما بتستوي كده في المية بتاعتي بقطع كده فصين توم قطع صغيرين، انا عايزة ريحتهم تطلع، مش عايزاهم يتشوحوا ولا يتحمروا معايا خالص. اول ما تشوحوا كده معايا هنزل بنص كيلو من اللحمة المفرومة، فيها كمية دهون حلوة جدا، يعني 20% دهون كده. وهحطها كده على النار بتاعتي ولحد ما تتقلب كده وتتشوح على الجنبين كده، وتاخد اللون بتاعي وتنزل الدهون بتاعتي كلها. اول ما بتاخد كده اللون بتاعي وبتنزل الدهون بتاعتي كلها، هجهز التوابل بتاعتي اللي هو ملح، توم باودر، بصل باودر، رشة من الكمون، رشة من الفلفل الاسود فقط لا غير. والثوم البودر والبصل البودر مهمين جدا. ومعايا كده معلقة من السبع بهارات، برضو بتخلي طعم اللحمة بتاعتي حلوة اوي. هقلب كده اللحمه بتاعتي كويس جدا وافتفتها كده بالمعلقه عشان ما تبقاش مكلكعه معايا. وبعد كده هنزل بكميه البصل بتاعي اللي انا كنت مقطعاه. ما احطش البصل كله في الاول، بيفرق جدا في طعم العصاق بتاع اللازانيا بتاعتي. ومعايا كده جزرتين 2 بشرهم حلو قوي. جزر مهم جدا في اللازانيا، بيسكر اللحمه، بيسكر اللازانيا بتاعتي، مهم واساسي معانا في الوصفه بتاعتي. العصاق بتاع اللازانيا مختلف تماما عن الصاج البشاميل، عن الرقاق الجلاش، مختلف تماما. اول ما الجزر بتاعي اتشوح مع اللحمه كده، معايا 4 طماطمات ضربهم في الخلاط كده، او ممكن نبشرهم، او ممكن نحط صلصه عادي اللي انت حباه، بس نزود كميه الطماطم عايزينها جوسي كده وطريه. وهنزل كده بربع كوبايه من الميه عشان يسوي الطماطم بتاعتي واللحمه بتاعتي. 10 دقايق كده، وحطيت معلقه بابريكا كده عشان تخلي الصوص بتاعي احمر. 10 دقايق كده وهطفي عليهم على ما يكون استووا بالشكل ده. وبعد كده ندخل على البشاميل بتاع اللازانيا بتاعتي. معايا 3 معالق سمنه حلوين كده، ونحط عليهم 4 معالق دقيق، نحطهم كده نحمرهم معايا في السمنه بتاعتي كده الاتنين مع بعض. السمنه مع البشاميل، ونخليهم يتحمروا كده دقيقتين كده، بيفرق جدا في طعم البشاميل بتاع اللازانيا بتاعي. ومعايا كيلو من اللبن كده، هنزل على الدقيق والسمنه اللي انا حمرتهم مع بعض كده وسويتهم مع بعض، وهقلب بالمعلقه بتاعتي كده، ونعلي على اللبن بتاعي، ما نعليش قوي، يعني درجة حرارة متوسطة كده. احط معلقة من الملح ومعلقة من الفلفل الاسود ولو متوفر فلفل ابيض، ومعلقة كده من جوز الطيب، مهمة جدا في البشاميل بتاعنا. ونقلب كده بالمضرب بتاعي، وايدنا تبقى كده في البشاميل عشان ما يكلكعش معانا. وهو ده القوام، لا تقيل ولا خفيف، في القوام المتوسط. جبت الصينية بتاعتي دهنتها سمنة بالشكل ده، ونزلت كده بكبشة من البشاميل بتاعي، وجهزت اللازانيا. ودي اللازانيا اللي انا بستخدمها حلوة قوي، وممكن الملكة برضو حلوة قوي. نرص واحده جنب واحده كده، والحتة الجوانب نكسر فيها واحده كده ونحطها، ما نسيبش مكان فاضي، ونحط عليها واحده بشاميل كده. وبعدين نجيب العصاج او الصوص بتاع البشاميل بتاعي بتاع اللازانيا، احطه على البشاميل كده، بيفرق جدا وبيخلي اللازانيا بتاعتي حلوه قوي. نحط كل الكميه بتاعتنا بالشكل ده، ونكتر كده عشان يبقى كل المكان فيه لحمه كده مع صوص بشاميل. واحط بشاميل تاني، بتفرق جدا. واحط واحدة من اللازانيا جنب واحدة كده، واكسر واحدة بالجنب ده، واحط من الجنبين التانيين بالشكل ده. وفي الوقت ده مشغلة الفرن على درجة حرارة 200، على اعلى درجة حرارة عندك. وطبعا هسيبه يسخن كده لمدة 5 دقايق، وبعدين ادخل فيه صينية اللازانيا بتاعتي بعد ما اخلصها. وممكن واحنا بنحط الجبنة كده
ممكن نحط واحنا بنرص البشاميل واللحمه كده ما بين كل طبقه وطبقه ممكن نحط جبنه موتزاريلا عادي، موتزاريلا وشيدر، ممكن ما نحطش خالص ونحط فوق زي ما انا هعمل كده اللي انت حباه، بس هو بيبقى طعمه حلو قوي الجبنه الموتزاريلا. ولو انت عايزه تحطي جبنه الموتزاريلا حطي جبنه موتزاريلا وعليها معلقه من صوص البشاميل، هتخليها تمط وما تتحرقش منك. لو انت عايزه تحط ما بين الطبقات وما تتحرقش منك وهتبقى حلوه قوي. بعد كده هحط الطبقه بتاعتي من البشاميل كده على اللازانيا بالشكل ده. وزي ما انا قلت لكم طريقه العصاج بتاع اللازانيا مختلف عن البشاميل، مختلف عن بتاع الرقاق، ونعمله بالطريقه دي بيكون سايب شويه وجوسي، عشان بيخلي اللازانيا بتاعتي جوسي كده وطريه في نفسها وحلوه. هنحط اخر طبقة كده من الصوص بتاع البشاميل بتاعي، وبعدين صوص العصاج بتاعي او الصوص بتاع اللازانيا بتاعتي، وبعدين هحط كده طبقات اللازانيا بتاعتي بالشكل ده. وما تقلقيش خالص كلها تبقى بسوا بعضها لو في حاجة متكسرة منك. اما بقى لو عندك صينية لحجم اللازانيا عادي، بس انا بحب الطبقات بتاعتي سميكة فعملتها في الصينية دي، كنت ممكن اعملها في صينية اكبر. ونزود كده صوص البشاميل من فوق كده، عايزينها جوسي وطرية وحلوة في نفس الوقت. هحط كمية البشاميل المتاحة، وهمسك كده شوية جبنة موتزاريلا احطهم من فوق عليها كده يدولي شكل حلو وفي نفس الوقت طعم حلو برضو، بتبقى حلوة جدا وبتخلي شكل الصينية بتاعتي حلو. هدخلها الفرن على درجة حرارة 200 من 15 دقيقة ل 20 دقيقة، مش بتاخد اكتر من كده وبتكون مستوية. وفي طبعا لازانيا بتتسلق، اما انا اللي بستخدمها ما بتتسلقش، بتبقى في الفرن على طول. طلعتها كده هسيبها تبرد لمدة يعني 5 دقايق وبعدين نقطعها مع بعض. طبعا شكلها بيتكلم عن نفسه، جوسي وطرية وخطيرة وريحتها حلوة قوي وخفيفة كده، يعني اسهل من المكرونة البشاميل، خفيفة بقى بدون سلق وكركبة كتير. هي البشاميل والعصاج بس، وبيكونوا سهلين جدا مش بياخدوا اي وقت خالص. هقطعها بالشكل ده، هي لسه سخنة يعني ممكن نستنى عليها بس انا ما استنيتش عليها. يستحسن تستني عليها 10 دقايق ربع ساعة كده، بس انا ما استنيتش عليها. قطعتها على طول كده وهنبدأ نتغدى بيها على طول. زي ما انتم شايفين كده خطيرة، طعمها حلو قوي. الطبقات كده ما بين طبقة والتانية كده فيها البشاميل بتاعي، فيها الصوص العصاج بتاعي اللي انا عاملاه للازانيا، جوسي وطرية وخفيفة وطعمها حلو قوي. ممكن ابقى اجيب اللي بتتسلق عادي وابقى اعملها معاكم مرة تانية، بس دي بستسهلها بصراحة عن اللي بتتسلق. اللي بتتسلق بقى بنسلقها وبعدين بنسيبها تبرد كده ونرش ما بينهم رشة زيت كده عشان ما تتلزقش وتعجن. فدي بصراحة بستسهلها، بتبقى سهلة كده وحلوة. فبصراحة الوصفة دي خطيرة قوي، عايزاكم تجربوها، تحفة. غدا عشاء في عزومات رمضان هتسد معاكي قوي وطعمها خطير وحلوة جدا.